السلام عليكم. أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنعرض لكم توقعات أشهر وأعظم مقاتلي اليو اف سي للنزال العالمي والمثير والذي سيحدث بعد أيام قليلة بين بطل الوزن الخفيف الداغستاني إسلام مخاشيف وخصمه الأسترالي بطل الوزن المختلط جاك ديلا مادالينا. وستتفاجؤون بما قاله حبيب نورماغوميدوف وإيليا توبوريا عن النزال، فتابعوا معنا ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أحببتم المقطع. سيقام بعد أيام قليلة نزال من نوع آخر سيجمع البطلين الحاملين لحزامي الوزن الخفيف والوزن المختلط في نزال مثير قلما يحدث. فبعد أن قرر البطل الداغستاني إسلام مخاشيف ترك الوزن الخفيف بهدف انتزاع حزام الوزن المختلط، وضع نفسه في التحدي الأصعب له على الإطلاق، وذلك في مواجهة البطل الأسترالي وحامل لقب جاك مادالينا، الصديق المقرب لكل من البطلين الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي والنيجيري إسرائيل أديسانيا. وقد جمعنا لكم توقعات أشهر المقاتلين، فاسمعوا ما قالوا. داستن بوريه، المقاتل الشهير داستن بوريه والذي واجه إسلام سابقا وهزم أمامه بحركة إخضاع رائعة، قال أنه لا يرى تفوقا لأي مقاتل على الآخر، وأن بداية النزال هي التي ستحدد الفائز فيه، فإن استطاع مادالينا النجاة من مصارعة إسلام وإجباره على القتال واقفا فقد يتمكن من هزيمته، وإلا فالفوز للبطل الداغستاني. I think the beginning of the fight is going to tell the story, like how well JDM does at getting up, how well JDM does at keeping Islam off of his feet, off of his legs, off of the cage. It's tough to call that because JDM's a big guy. كامارو عثمان، بطل الوزن المختلط السابق كامارو عثمان والذي هيمن على بطولة الوزن المختلط لعدة سنوات، توقع أن يكون النزال متقاربا بين المقاتلين أيضا، وقال أنه من الصعب اختيار أحد من المقاتلين للفوز على الآخر. I think now we're starting to understand that fight's going to be a lot closer than we think. حبيب نورماغوميدوف، أسطورة اليو اف سي وبطل العالم السابق حبيب نورماغوميدوف، فاجأ الكثيرين عندما صرح بأنه يعتبر جاك مادالينا أصعب تحد سيواجهه إسلام في مسيرته كلها، وأعرب عن قلقه على إسلام، ولكنه أكد أيضا على ثقته بفوز أخيه وشريك طفولته. فاسمعوا ما قاله. Считаю, что Мадалена самый сложный соперник в ислама карьере. Это мое мнение. Ни Чарльз, никто. Ни один из этих бойцов. И даже не Илья, если бы это бой был бы. Ну, мое личное мнение, во-первых, Мадалена 2 раза больше, чем Илья. Сопоставим. Илья. Он 2 раза больше. Он выше, больше, ноги помощнее, корпус, бокс не хуже. И грэпплинг он возится очень хорошо, если вы смотрели. Ну, для меня, если я буду, например, буду готовить Ислама против Илья или Мадалины, для меня больше будет волновать и волнует Мадалина. بلال محمد، المقاتل الفلسطيني بلال محمد صاحب لقب البطولة السابق والذي خسره أمام مادالينا بعد نزال رائع، قال أنه يتوقع فوزا سهلا لإسلام على أرض الحلبة، وقال أن إسلام سيجهز على مادالينا على الأرض ويجبره على الخضوع، وخاصة أن مادالينا ليس لديه قدرة على مجابهة قوة مصارعة إسلام. My mindset, I think Islam can finish him on the ground. We saw it with DDP. If you never felt one of those Dagestani style wrestlers, you don't want it to be your first time in the cage feeling it. And Islam and them, they have a different feel. They have a different type of grappling. توني فيرغسون، بطل الوزن الخفيف السابق توني فيرغسون، قال أنه يتوقع فوز إسلام، وقال أنه يتوقع أن يتفوق إسلام على حبيب وأن يتجاوز سلسلة انتصاراته أيضا. When you go up, you're gonna try to build legacy. You're gonna do certain things like that, and he's gonna run like his cousin. Was it Makhachev or was it Khabib? And I think Makhachev is a better grappler, honestly. I think he's a little bit faster. I think with Khabib, I think he's just a little bit more not timid of the freestyle that Makhachev presents, but I think Makhachev, he's not gonna do so bad at 170. I think he'll be all right. إسرائيل أديسانيا،
المقاتل الأسطوري إسرائيل أديسانيا توقع فوزا ساحقا لصديقه دالا مادالينا، وقال أن إسلام سيشعر بأنه تورط فور دخوله القفص، وتوقع أن ينتصر مادالينا وينهي إسلام بالضربة القاضية. فاسمعوا ما قاله. Della is going to get it done. Islam would feel like he bit off more than he could chew once he gets in there with him, because his scrambles are crazy, and I feel he's going to knock him out, because I just think he's not going to be able to hand with him on the scrambles, or when he gets back up, I really think he's going to get him, and I can't wait till that happens. ميراب فالشفيلي. المقاتل الجورجي ميراب فالشفيلي بطل وزن الديك والذي انتصر على عمر نورماغوميدوف قال أنه يتوقع فوز إسلام بلا شك، وأضاف أن على إسلام ألا يكرر خطأ بلال محمد ويعتمد على الملاكمة، بل عليه أن يبقي القتال على الأرض لأطول فترة ممكنة. It's gonna be hard for him, but it's possible to Islam Makhachev wins the second belt. JDM is great fighter, great striker, but Islam is tricky. He has a good wrestling. حمزة تشيمايف بطل العالم للوزن المتوسط المقاتل الشيشاني حمزة تشيمايف توقع أيضا أن يكون النزال دمويا وحماسيا، ولكنه قال أنه يرجح فوز إسلام على مادالينا. And who do you think is going to win in the fight between Jack Della and Islam? It's a good fight, but a tough fight. I go a little bit more on Islam. أما بطل الوزن الخفيف الحالي إيليا توبوريا، والذي حقق بالفعل بطولة كل من الوزن الخفيف ووزن الريشة، فقد قال أنه يعلم أن إسلام قد هرب من مواجهته واختار النزال الأسهل. وأضاف توبوريا أنه يعتقد أن نفسية إسلام محطمة الآن، فقد تخلى عن بطولة الوزن الخفيف قبل أن يواجهه. Islam ahora mismo es que no lo sé, ahora está en un momento que mentalmente yo creo que está roto, porque no creo que te venga de forma positiva el hecho de que sabes en tu interior que has abandonado una división por miedo. ونشر توبوريا تصريحا أخيرا قبل نزال إسلام يحذره فيه من الهزيمة، فكتب قائلا: إن هزم إسلام أمام مادالينا فالأفضل له أن يعود إلى مزرعته في داغستان ليقوم برعاية أغنامه، ولكنه إن انتصر على مادالينا فلا شك أنني سأصعد إلى الوزن المختلط لأواجهه وأقوم بهزيمته. فما رأيكم أنتم؟ ومن تتوقعون أن ينتصر في هذا النزال المثير؟ نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ودمتم بأمان الله.